مرحبا أحبابي الغالين، شلونكم؟ أخباركم؟ اليوم راح نطبخ كفتة لحم بالبطاطا ورز بشعرية. ومثل ما تشوفون هاي البطاطا قطعتها وقصيتها على شكل فنجر مزقزق. عجبتني هاي الطريقة وحبيت أسويها وياكم. وهذا الرز بالشعرية ضفت له شوية كاري، رز بالكاري يصير. وهسه هذا البصل وهاي الثوم ترمهن بالخلاط، ونخلي خاشوقة دبس فليفلة وشوية بقدونس مفروم، وهذا اللحم المفروم عدنا حبينا كلنا أجنا سوا. وهاي البهارات سماق فلفل أسود، بهارات مال همبرجر حتى تطلع ريحة الكفتة فواحة. بعد ما عجنتهن هاي كبكبتهن بهالشكل هذا. وهاي البطاطس طلعتها من الفرن، خليتها بالفرن بالبداية حتى شوية تستوي. وهذا الكفتة، أقراص الكفتة الحلوة والمرتبة وزعتها مثل ما تشوفون فوق البطاطس المشوية نص شواء. دخلتهم الفرن ودا أشوف استواءهم، الحمد لله حلو. وهذا الرز استوى نعمة من الله، ودا أقدمه بهذه الطريقة وريحتها تجنن، يعني طعم وريحة ما تنوصف. أكلات دافية وحلوة وسهلة وبنفس الوقت صحية. لاحظتوا ما خليت أي زيت أو أي دهن غير شوية من قلية الشعرية مالت الرز. والحمد لله والشكر خلصت طبختنا وقدمناها بأحلى صورة. مثل ما تشوفون هاي السلطة والطرش الأحمر وطرش خيار والخضرة والبيبسي والدبس الرمان والباربيكيو. يعني نحب ننوع، اللي يحب بكيفه، كل ما نحصته وشي يخلي بيها بكيفهم. المهم نعمة من الله وبركة، الله يديمها من نعمة علينا وعليكم. الله يسعدنا ويسعدكم. باي باي.